انتصار هذه البطولة الأولى على مستوى كأس الاتحاد للناشئين، بكل تأكيد نجم المباراة أعتقد في هذه المواجهة الكابتن عبد الرحمن الفهيد حارس فريق ناشئي الشباب. رحب فيك عبر القنوات الرياضية، ألف مبروك الانتصار. يعني بالنسبة لك حافظت على شباك فريقك رغم الضغط الكبير من قبل لاعبي فريق الهلال في هذه المباراة. ألف مبروك الفوز بهذا اللقب كابتن. الله يبارك فيك. أول شيء هذه يعني ما تشوف في فرحة زايدة اليوم، لأنه هذا شيء معتدين عليه في نادي الشباب، نادي بطل. وأنا أحب أقول لكل الشبابين، نادي الشباب في أيادي أمينة، نادي الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله قرين والأستاذ كنعان الكنعان، نادي الشباب في أيادي أمينة، وأقولها عبر الرياضية السعودية، نادي الشباب بأيادي أمينة، وإن شاء الله لسه الدوري باقي أشياء، ودائما كعب الشباب عالي دائما. سر اليوم المستوى المميز اللي قدمته في هذه المواجهة، هل نستطيع القول بأنك مستقبل حراسة فريق الشباب وأيضا في المنتخب السعودي؟ إن شاء الله أن نكون مستقبل في حراسة نادي الشباب. هذا أول شيء يعني من التحضير الرائع جدا، التحضير الرائع جدا مع الأستاذ عبد الله القريني أمس رئيس النادي، اجتمع فينا، كان تحضير جدا رائع، الحمد لله رب العالمين. وهذا شيء ما هو غريب على نادي الشباب، نادي الشباب بطل ودائما كعبه عالي، دائما كعبه عالي. مين تهدي هالبطولة؟ أهدي هذه البطولة للي تعب معانا جدا، الأستاذ كنعان الكنعاني، والدتي الغالية وأهلي كلهم ولكل الشبابين، وأقول لهم اقدحوا بالبطولة ذي. الله يعافيك. شكرا للكابتن عبد الرحمن الفهيد حارس مرمى فريق ناشئي الشباب.